تخيل كده انك تكون محارب عادي من مملكة صغيرة بتواجه اكبر المحاربين من الممالك المنافسة، هل هتقدر على مواجهة كل التحديات دي؟ بتبدأ قصتنا صديقي ببطلنا ماكس وهو في معركة عنيفة ضد واحدة اسمها نورا الملقبة بعذراء الحرب، وبتكون قتلت عدد كبير جدا من الجنود زمايل ماكس، ولولا انه كان معاه قوس قوي جدا كان زمانه محصلهم دلوقتي. بيبص ماكس وراه وبيلاقي واحد من جنود نورا بيجري عليه وعايز يموته، لكن بيطلع ماكس القوس وبيديله سهم في دماغه بيطيره من على الحصان اللي كان عليه. بيلاحظ ماكس ان نورا معاها 7 جنود وماشيين من بعيد، فبيروح مقرب شويه وقاتل 2 من الجنود بالاسهم بتاعته. بتتعصب نورا وبتجري باقصى سرعتها ناحيته، وبيحاول ماكس انه يوقفها عن طريق انه يرمي عليها اسهم، لكن بسيفها القوي بتقسم اي سهم يجي ناحيتها نصين لحد ما بتقرب منه وبتأمره يرمي القوس اللي في ايده ويستسلم. وبنعرف بعدها ان في معركه دايره ما بين مملكه اسمها بورني ومملكه تانية اسمها ذا هيكتد، والمعركه دي بتكون على هضبه معينه، وجنود مملكه بورني اكبر بكتير من مملكه ذا هيكتد، ومحدش كان متوقع نهائي ان هم اللي يتهزموا في الاخر. وبنرجع تاني لبطلنا ماكس اللي بيكون قاعد مع راجل عجوز، فبيجي واحد اسمه زين وبيتنمر عليه لان برغم التطور اللي العالم فيه دلوقتي هو لسه بيستخدم القوس والسهم عادي، وبيقول له انت بتعمل كده لانك جاهل وما تقدرش تستخدم الاسلحه المتطوره. بيتعصب ماكس عليه وبيديله ركله قويه جدا بتوقعه على ظهره، ولسه زين هيقوم علشان يهاجم ماكس، لكن بيوقفهم القائد ماسا وبينهي الخناقه دي. بعدها ماكس بيشكر ماسا انه اتدخل في الموضوع، وبيكتشف ماكس ان كل ده اصلا كان نايم في السجن لان تم القبض عليه لما حاول يتهجم على نورا والجنود بتوعها. وبسبب الموضوع ده مملكه ذا هيكتد حطت فديه على راس ماكس، لو ما اتنفذتش خلال 5 سنين هياخدوا ماكس كاسير عندهم. وبنعرف ان الفديه هي ان مملكه ذا هيكتد عايزه تستولي على منطقه مملكه بورني، ودي طبعا حاجه مستحيله. فبيروح ماكس بعدها لنورا وبيسالها لو ينفع يخفضوا الفديه شويه، ولكن بترفض نورا وبتقول له لو الفديه ما اتنفذتش هيبقى واحد من رجالتها. بتقول له بعدها نورا ان هي عايزه تشوف مهاراته في رمي الاسهم، فبيطلع في الساحه وللاسف مش بيقدر يرمي الاسهم بشكل كويس. فاهل المملكه بيقعدوا يتريقوا عليه وبيقولوا ان هو غير مؤهل انه يبقى واحد من مملكه ذا هيكتد. بس بيتفاجئ ماكس ان في شخص مجهول جاي باقصى سرعته وعايز يصيب نورا، لكن المساعده بتاعتها واللي اسمها ليم بتقدر تصد ضربته بسيفها، ووقتها بيطلع المجهول ده يجري علشان ما حدش يقفشه، لكن ماكس وقتها بيصيبه بسهم في رجله وبيخليه يترمي على الارض، ورجاله نورا بيقدروا يقبضوا عليه بكل سهوله. وبنعرف بعدها ان لقب عذراوات الحرب ده بيتقال على البنت اللي بيتم اختيارها لحكم منطقه معينه في مملكه ذا هيكتد، ونورا بتكون واحده من البنات دي وفي 7 تانيين غيرها. بنروح بعدها لنورا اللي بتصارح ماكس وبتقول له ان القوس اللي كانوا عاطينه له ده كان بايظ اصلا، فكانوا حابين يختبروا مهاراته وهل هو ماهر في رمي الاسهم بقوس بايظ ولا لا. فبيستغرب ماكس وبيسالها عن السبب اللي خلاها تختبره قدام الناس، فقالت له ان هي كانت حابه مهاراته في رمي الاسهم، والناس لما عرفوا كده كانوا عايزين يقتلوه لان ازاي نورا تعجب بمهارات واحد ضعيف زي ماكس. وقتها جت لها فكره في بالها وهي انها تستعرض مهارات ماكس قدام اهل المملكه علشان يقتنعوا بيه. وبنعرف بعدها السبب اللي خلى نورا تعجب بماكس، وهي انهم كانوا في معركه سابقه ليهم عجبها اداؤه، وبتقول له ان احنا ممكن نبقى اصحاب عادي لكن في ارض المعركه عاملك نفس المعامله اللي كنت بعاملها لرجالتي. بس ماكس بيرفض لان مفيش حد بيعامل حد سجين عنده معامله كويسه، وعلشان كمان هو لازم يرجع لقريه الزاس ويحميها لانها ورثه من ابوه. بيروح ماكس للمكان اللي بياكل فيه جنود المملكه، بيعجبه الاكل هناك جدا، وبعد ما بيخلص اكل بيروح يدرب نفسه شويه، وبتبان مهارات بطلنا ماكس اثناء تدريبه لما بيرمي 3 اسهم في وقت واحد. واثناء ما هو ماشي بيتفاجئ بتنين صغير بيهاجمه، لكنه بيعرف ان هو بتاع نورا. ولما بيجي الليل بيحاول ماكس انه ينام، ولكن بيجي له حد بيبلغه ان في حد من مملكه بورني جاي وعايز يشوفه. بيطلع ماكس وبيطلع اللي جاي قبله ده راجل اسمه باسو، وده راجل عجوز كان معاه طول سنين حياته، وبيبلغه ان قوات الدقسينه داخله على منطقه الزاس. بيتصدم ماكس لان دي قريه ابوه، وبيروح لنورا وبيقول لها انه عايز يمشي من هنا باقصى سرعه. وبنروح في الوقت ده لمقر ابو زيون اللي كان بيتنمر على ماكس من شويه، بيقول له ابوه انه عايز يروح لقريه الزاز وياخد معاه 3000 جندي علشان يدمروها، وبيديله كمان وحوش عملاقه علشان يقدر يفوز بيهم في الهجوم اللي هيحصل. وطبعا زيون ابن الخنزيره كان هيموت من الفرحه لانه اساسا بيكره ماكس وما صدق انه يأذيه. بنرجع تاني لماكس اللي بيترجى نورا تخليه يرجع لقريته لان هتقوم معركه فيها، بس بترفض نورا بتقول له يبطل هبل، بتقول له ولا بطل تهور لانك ضعيف ومش هتقدر تسد قدام ال 3000 جندي اللي جايين دول. واقول لك على حاجه، انت لو فكرت تخرج من المكان ده انا اللي هقتلك بنفسي. بيفكر ماكس شويه مع نفسه، بعدها قال لها انه عايز يستعير الجيش بتاعها، فبتستغرب ليم وبتقول له يعني انت مسجون عندنا وعايز الجيش بتاعنا، ايه البجاحه دي يا اخي؟ بتضحك نورا من صدمتها، وبعدها بتقول له انها موافقه تديله الجيش ولكن طبعا مفيش اي حاجه ببلاش. فبيسالها عايزه ايه في المقابل، فبتقول انها عايزه قريه الزاس باكملها تبقى ملكها. فبيرد عليها ماكس انه ما عندوش مانع، بس اهم حاجه تبقى حاكمه عادله وتخلي حياه السكان في امان. وقتها نورا بتستدعي الجيش بتاعها وبتامرهم يروحوا لقريه الزاس، وبتروح هي كمان معاهم. بيبقى كل الجيش على بعضه 1000 شخص، والاعداء اللي قدامهم 3000، فبيكونوا قلقانين من موضوع ان هم يفوزوا عليهم ده. وبنشوف ان الاعداء وصلوا للقريه ومعاهم وحوش عملاقه، وبنعرف ان ابو زيون عايز يدمر القريه دي بسبب انها صغيره وعامله زحمه على الفاضي في العاصمه. وقبل ما الاعداء بيوصلوا القائد ماسا بيبلغ واحده اسمها تينا بانها تاخد سكان القريه وتوديهم الكنيسه،
لان الاعداء استحاله يوصلوا لها وهناك هيبقوا في امان. بيروح ماكس على بيته الاول وبياكل لقمه، اصل مش معقول يعني هيدخل الحرب على معده فاضيه. وقتها تينا بتبقى قلقانه عليه وبتترجى ما يروحش الحرب دي، لكنه بيقول لها ما ينفعش لانه يعتبر المسؤول عن القريه بعد المرحوم ابوه. وبيطلع ماكس على حصانه وبيستعد للحرب خلاص. بنشوف اهل القريه في الوقت ده وهم متجمعين في الكنيسه ومرعوبين، وزين بيكون واقف على مكان عالي وبيقول انه ما كانش متوقع ان المدينه دي عتيقه كده، وبيبقى عايز يستخدم التنانين العملاقه اللي معاه، ولكن ابوه حذره انه يستخدمهم للتخويف وبس، وانه ما ينفعش يأذي اي حد بيهم. زين بيبقى متضايق جدا لان السكان مستخبيين في الكنيسه، وده لانه مش هيقدر يعمل لهم اي حاجه وهم هناك. لكنه بيبص قدامه وبيلاقي القصر بتاع ماكس وجواه تينا، فبيدخل وبيتهجم عليها. بتقول له تينا انها مش هتسمح له يدمر القصر بتاع ماكس، فبيضحك زين بسخريه وبيقول لها ان مملكه زهكتت واخدينه عبد عندهم، وده طبعا علشان رجالته مش قادرين يدفعوا الفديه، وده واد نكره اصلا. وقتها بيوصل ماكس للمكان وبيرمي سهم على ايد زيون، بيصيبها اصابه جامده، وزين وقتها بيترعب وبيستوعب الاصابه لما دم ايده بيطرطش على وشه. ماكس بيأمر تينا في الوقت ده انها تنط من البلكونه وان هو هيلحقها. بتنط تينا ونورا بتستخدم سحر الرياح بتاعها وبتخليها تهبط ببطء على الارض هي وماكس. بعدها ماكس بيشكر نورا على الحركه بتاعت الجدعانه دي، بس بتقول له بص حبيبي انا ما عملتش كده علشان جمال عيونك ولا حاجه، انا عملت كده لان انت بقيت واحد من رجالتي وما ينفعش تتعرض لاي مكروه. بعدها بتفهمه نورا ان السيف اللي معاها ده قادر على التحكم بالرياح وعذراء الحرب اللي زيها بس هي اللي تقدر تستخدمه. وبنشوف تينا وهي مرعوبه جدا وبتترعش من الموقف اللي حصل لها مع زيون، فبيهديها ماكس وبيطمنها. وبعدها بيتفاجئ ماكس بواحد من جيش زيون جاي بيهجم عليه بسهم وعايز يقتله، ولكن ماكس بمنتهى السرعه بيمسك السهم ده بايده وبيرشقه في جسم الجندي وبيخليه يطير ويترزع في شجره. ولكن للاسف بيتعرض ماكس لاصابه في ايده وقت ما مسك السهم، لكنه بيكون مجرد جرح سطحي، وبيتفاجئ بعدها ان القوس الخاص بيتكسر. ماكس ما بيكونش عارف هيعمل ايه، لكن بتيجي تينا وبتديله القوس اللي ابوه سابهوله قبل ما يموت. بيبقى قوس اقوى بكتير من اللي كان معاه ومتوارث من سنين كتيره. وفي الوقت ده بيستعد ماكس للمعركه ضد ال 3000 عدو. وبعد شويه بنعرف ان اتهزم 300 جندي من الاعداء، وفي شويه هربوا، وده بيوتر نورا جدا لان اكيد الاعداء بعد ما عددهم قل هيرجعوا للمعركه تاني بس اقوى من الاول بكتير. ولين مساعده نورا بتقول لها ان في 100 من الجيش بتاعهم هيحاصروا المدينه، يعني هم دلوقتي بقى 900 بدل 1000. وبيتوقع ماكس ان الاعداء مستخبيين عند سهل يدعى مولوشيم، فبيقرر هو ونورا ان هم يروحوا هناك ويدعسوهم دعس. اما بقى عند زيون بيتعصب جدا لما بيعرف ان ماكس ومجموعته جايين لعنده، وبيأمر الجنود بتوعه ان هم يستعدوا، وبيستحلف لماكس انه هيوريه على عمله في ايده ده. وبنعرف ان الجيش بتاع زيون متقسم ل3 مجموعات، المجموعه الاولى فيها 700 جندي وزيون من ضمن الناس دي، اما المجموعتين التانيين واحده المحترفين رمي الاسهم والتانيه لاصحاب الرماح. والمره دي في المعركه هيستخدم زيون التنانين للتخويف. بنروح لتينا اللي بتطلب من اهل القريه لو حد يقدر يساعدها في المعركه دي باي حاجه، فالاغلب بيدوها عدد كبير من الاحبال. وليم بتشوف ان هم هيقدروا يستفادوا منهم في المعركه. بنعرف ان خطه نورا وجيشها انها تبقى هي وماكس في المقدمه علشان يواجهوا العدو وش لوش. وبنشوف نورا وهي بتطلع سيفها وبتستعد للهجوم، وماكس القوس الجديد اللي معاه بيديله امكانيه اكبر للقتال، وبيقدر انه يرمي 3 اسهم في وقت واحد، وده طبعا بيوقع عدد كبير من الاعداء. اما نورا فبتدخل في المعركه بسيفها بتدشمل الجنود، وماكس بينبهر بمهاراتها في استخدام السيف. وفجاه واثناء المعركه بينسحب جنود زين وبيوقفوا على جنب، وبتتفاجئ نورا وجيشها بتنين ارض عملاق بيقرب عليهم. وبنعرف ان خطه جيش زيون ان الجنود اللي بيستخدموا الرماح هيحاصروا جنود نورا اثناء ما التنين ده يظهر. وبنشوف ان ماكس بيحاول يهاجم التنين ده ولكن بيلاقيه ولا اتأثر. وقتها بيظهر زين وبيشتم في ماكس وبيقول له ان التنين ده هيدوسه وده اللي يستحقه واحد حقير زيه، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وقتها جنود نورا بيقدروا ان هم يفكوا الحصار اللي هم فيه ويوسعوا الطريق لنورا علشان تهزم التنين. هي بتقرب نورا على التنين وبتستخدم سحر الرياح بس بقوه اكبر، بتخلي التنين يطير من مكانه ويتقسم نصين بسبب قوه الرياح. الكل وقتها بيقف مصدوم من قوتها، وجيش زين بينسحب لما ادركوا قوه نورا. فلين بتاخد جيشها وبتروح وراهم، وبنعرف ان الاحبال اللي اهل القريه ادوها لنورا قدروا يستخدموها كفخ علشان يعيق حركه جيش زيون. وبالفعل اغلب جيش زيون بيقعوا جوه الفخ ده. فاكرين ان الموضوع خلص لحد هنا؟ لا والله. بيقول ماكس ان دلوقتي جه وقت الفخ الثاني، وبنشوف زيون بيتفاجئ ان عدد الجيش بتاع ماكس وصل ل 2000 مع انهم ما كانوش مكملين 500. فازاي قدروا يزيدوا كل العدد ده في وقت قصير؟ واحد من رجاله زيون بيعرض عليه ان هو يستخدم بقى التنين المجنح، بس بيتعصب عليه زيون لان دي فكره غبيه قوي، وده لان نورا لسه اسمها التنين اللي قبله نصين. فبيقرر زيون ان هم هينسحبوا لان مفيش قدامهم اي حل تاني. وبنعرف ان الفخ التاني بتاع ماكس كان عباره عن خيول احتياطيه مش عليها اي جنود، بس لما زيون شافها من بعيد فكرهم جيش كامل جاي يهجم عليه. ودي بصراحه خطه في منتهى الذكاء من بطلنا ماكس. وبنشوف زيون خلاص بيستعد للهروب، وبيلاقي نورا وجيشها جايين عليه، وبيقول له ماكس ان خلاص وقت الهرب عدى. زيون بيقعد يستفز في ماكس وبيقول له هو انت مش مكسوف من نفسك وانت مستعين بواحده من اعدائك هي والجيش بتاعها علشان تحميك؟ انت عار على المدينه بتاعت بورن يا ابني. بس ماكس بيرد عليه في الوقت ده وبيقول له كل ده بسببك انت اللي خليت سكان
سكان القريه يعانوا من الجوع والفقر، وحرقت بيوتهم وسرقت كل ممتلكاتهم زي الحراميه، وهو جه الوقت اللي تدفع فيه ثمن اللي انت عملته. بيتعصب زيون طبعا وبيتحدى ان هم يدخلوا معركه سوا، وبيوافق ماكس على القتال. بيستهزأ زيون بماكس انه داخل معاه معركه بقوس مش بسلاح قوي، بس بيغفله ماكس وبيصوب بسهم بيخترق الدرع اللي في ايده وبيرشق في دراعه. بنشوف وقتها جيش زيون بيهجم على جيش نورا وبيدخلوا معركه قويه سوا. اما زيون فبيستعين بالتنين المجنح وبيقعد على ظهره وبيطير بيه، وبيتضايق ماكس لانه مش قادر يمسك التنين ده، ولكنه بيتفاجئ بالصوت طالع من القوس بتاعه بيأمره انه يرمي السهم على التنين. بيستعد ماكس لرمي السهم وبالفعل بيعمل كده، بس بيلاقي ان السهم بيمتص قوه الرياح من سيف نورا. بيطير السهم بسرعه وبيوصل للتنين وبيرشق في جسمه وبيصيبه بضرر كبير هو وزيون. بيقع التنين في عمق البحيره وزيون عليه، وبتنبهر نورا بقوه ماكس، وبنعرف ان بسبب موت زيون الجيش بتاعه فقد الاراده والعزيمه وهربوا، وبكده قريه إلزيز بقت بامان بعيد عن زيون وجيشه. وبعد انتهاء الحرب بتروح نورا لبيت ماكس وبتقوله ان هي راجعه لمملكه زهكتد النهارده، وبتساله ايه اللي بيخطط يعمله في الفتره اللي جايه. بعدها بتيجي ليم وبتسال نورا هي ليه واثقه في الواد ماكس ده ومهتمه لامره كده، فبتقول لها نورا انه برغم ان هو مبتدئ لكن مهاراته قويه جدا في رمي الاسهم، وده اللي مخليه عاجبها. وبنشوف ان ماكس بعدها بيقرر انه يروح لجزيره هونا يشوف ايه الاخبار هناك، بس تينا بتطلب منه ان هي تروح معاه. بنروح بعدها لمملكه زيون، وهناك ابو زين بيبقى متعصب ان جيشه ما قدرش يدمر المملكه بتاعه ماكس، فبيجي له واحد اسمه جاليو وبيساله هو ناوي يعمل ايه في ماكس والعذراء بتاعه الحرب. فقال ابو زين انه هيقضي على ماكس بمجموعه من المختالين المشهورين، اما عذراء الحرب فهيجيب لها عذراء زيها تقضي عليها. بيروح ماكس لمدينه هونا، والسكان هناك بيبلغوا ان هم بخير وما حصل لهمش اي حاجه من المعركه اللي دارت دي، لانهم استخبوا في الغابه زي ما هو امرهم. وبنشوف بعدها نورا بيتم استدعائها للعاصمه الملكيه لزيهاكسد، وهناك الملك فيكتور بيسالها هي ليه اخذت الجيش بتاعها وراحت معركه كبيره في بورني، وده طبعا من غير ما تقول لحد. فقالت له نورا ان ده بسبب ماكس ملك قريه إلزاس طلب منها كده علشان ينقذ قريته. فبيتعصب عليها الملك وبيقول لها يعني هو علشان تطلعي قريته من صراع خطير تخلي بلدنا احنا يبقى شكلها وحش قدام باقي البلاد. وقتها بتتدخل واحده اسمها صوفي وبتحاول تدافع عن نورا وتخلي شكلها حلو قدام الملك. بعدها بتطلع نورا بره وهي متضايقه من كلام الملك ليها، وبتلاقي واحده اسمها ميلا بتقول لها انها ازاي تتصرف بتهور كده، ازاي تدخل معركه زي دي وهي مكانتها كبيره وعذراء حرب. بتتخانق معاها نورا بس بتيجي صوفي وبتفض الخناقه ما بينهم، ووقتها نورا بتشكر صوفي انها دفعت عنها قدام الملك. بتمشي ميلا وبتقول صوفي عليها انها عندها عداوه كبيره مع نورا، وبتكون على علاقه كويسه مع اعداء نورا كنوع من الانتقام منها. اما بقى عن ماكس فبيرجع للقصر بتاعه وبيتفاجئ بوجود مسا وليم. وقتها مسا بيستغرب ان ازاي واحده من اعدائهم زي نورا موجوده عند القصر، بس وقتها بيفهموا ماكس ان هي ساعدته في المعركه السابقه. بيسالوا مسا عن بيخطط لايه الفتره اللي جايه، فبيقول له ماكس ان هو ناوي يخلص على سيا وجاليو علشان يضمن ان مفيش اي تهديدات للقريه والقريه تفضل في سلام. مسا بعد ما بيسمع الكلام ده بيروح لزعيم المدينه وبيطلب منه مساعده لماكس علشان يقدر يقضي على الاعداء بتوعه. بيوافق الزعيم، وبعدها نورا بتبلغ ماكس ان الملك فيكتور قال لها ان طالما هتحمي قريه إلزاس فلازم تسلمها لمملكه زهكتت ووقتها هتكون محتله، وانه كمان قال لها ان مصلحه مملكه زهكتت فوق كل شيء. يعني مثلا لو في زعيم في مملكه زهكتت عنده علاقه كويسه مع سيا فهي وقتها تضطر تدافع عنه وتساعده في الحرب ضد ماكس كمان، لان كلام الملك سيف على رقبتها. وبتعرفه كمان ان في واحده من عذراء الحرب عدوه ليها، فدي هتشكل خطر بالنسبه لها في الحرب. والواحده اللي بتتكلم عليها دي هي ميلا. لسه ما خلصتش كلامها بتلاقي ميلا بتقتحم المكان عليها وبتتعصب عليها نورا لانها دخلت بدون اذن. بتقول ميلا ان هي جايه علشان تتكلم مع ماكس، وبتاخده وبتروح بيه المكان بعيد عن قصر نورا، لكن نورا وليم بيمشوا وراهم لا تكون ناويه تقتل الواد ولا حاجه. بس ميلا بتبقى عايزه تقول للماكس انه مش هيقدر يهزم سيا لانه عنده حلفاء خارج البلد. واثناء ما هم في طريقهم بيتفاجئوا ان في فخ معمول والمستهدف منه هو بطلنا ماكس. ووقتها بيلاقي ماكس شخص مجهول بيرمي عليه سهم، لكن ماكس بيقدر يتفادى السهم ده بمنتهى السرعه، وبيهجم ماكس عليه وبيديله سهم في دماغه بيثبته في شجره من دماغه. بيهجم واحد تاني على نورا لكن بتنزل عليه بسيفها بتقسمه نصين. اما ليم بتتفاجئ بتعبان بيهجم عليها وبيعضها من كتفها، ونورا وقتها بتقتله، وماكس بيفكر في طريقه يخرج بها السم من جسم ليم، ووقتها ما بيكونش قدامه حل غير انه يستخدم الطريقه المعروفه وهو انه يمتص السم من جسمها. واثناء ما هم مشغولين مع ليم بيهجم عليهم عدد كبير من المختارين، لكن بتطلع ميلا سلاحها وبتفعل مهاره بتقضي عليهم كلهم مره واحده. بعدها ميلا بتقرر تروح تجيب دكتور لليم وبيشكرها ماكس انها بتساعدهم. بيرجعوا وقتها على قصر نورا، وليم وقتها حالتها بتتحسن. بتقول لها نورا ان هي مستغربه قوي جدعانه ميلا معاها على اساس ان هي مش بطها واعداء وكده. بيخرجوا بعدها للمدينه، وميلا بتشوف مطعم بيعمل اكلتها المفضله، بيبقى نفسها تشتري بس بتتراجع في اخر لحظه لان ده مش هيليق بواحده عذراء حرب زيها. فوقتها بتشتري نورا الاكل وبتاكله لوحدها وبتفضل تغيظ فيها. فماكس بيعمل حركه جدعانه معاها وبيجيب لها هو اكل. بتتضايق نورا طبعا وبتقول له على فكره البنت دي مش سالكه ومش كويسه، ما تتعاملش معاها بعشم قوي كده يا اخويا. ده شكلنا بدانا نغير بقى. بتحس نورا ان ميلا بتجهز للمعركه معاها، وفعلا ميلا بتاخد الجنود بتوعها وبيروحوا لمنطقه ليتمر. ويعتبر دلوقتي ان نورا معمول على حصار من ميلا وسيا، لكن سيا هيستنى لما
نورا تخلص معركتها مع ميلا وبعدها يهجم بجنوده. بتستعد نورا وبتجهز جيشها وفي طريقها لمكان ميلا، وبنشوف واحد من رجاله ميلا بيقترح عليها تكبر دماغها من مهاجمه نورا، لكنها بترفض علشان عيلتها وسيا بينهم علاقه مشتركه لمده 80 سنه ولازم تطلع كويسه قدام سيا. بتوصل نورا وماكس وبيبدا الحرب، ووقتها بيهجم بالقوس بتاعه على الجنود بتوع ميلا، وبتستمر الحرب لحد ما اليوم الاول بيخلص. بتنتهي المعركه بالتعادل ما بين الطرفين، وبيكون الطرفين حصل لهم خسائر فادحه. بتخطط نورا في المعركه اللي جايه ان هي تهزم ميلا وجيشها، وبتعرف ليم ان جيش ميلا بعد ما انسحبوا قعدوا في جبل تاترا، وده الطريق المؤدي ليه صعب جدا وبيعرقل حركه الجيش. وبالفعل نورا وجيشها مش هيقدروا يخترقوا خط دفاع جيش ميلا، ومش بس كده لا ده كمان جيش نورا مش هيقدر يرجع لقريه ألزيس لانهم محاصرين. بتفكر نورا بعدها انها تغفل جيش ميلا وتقتلهم، بس ده طبعا هتكون مخاطره كبيره، فبتقول لها ليم ان هي تحكم عقلها شويه. وبيجي في بالها فكره وهي ان ماكس يتنكر في لبس دب جليدي ويهاجم جيش ميلا. بالفعل ماكس بيعمل كده وبيقابل اثناء طريقه دب فبيرمي عليه سهم، وبتيجي ميلا على صوت السهم ده. بتستغرب وما بتكونش مصدقه ان الشخص اللي لابس دب ده هو اللي رمى السهم، لكن ماكس بيرمي سهم قدامها كمان علشان تصدق. بعدها بتعتذر له انها كدبته في الاول، وبيقعدوا سوا يتكلموا. بتساله ميلا هو ليه متنكر، فبيقول لها ماكس ان ده قانون قريته، وبتعرض عليه ميلا ان هو ينضم للجيش بتاعها لان عجبها مهاراته، بس بيرفض ماكس وقال لها انه جاي من مكان بعيد وهيعمل مهمه وهيمشي تاني. وبعد ما بيخلصوا كلام بيكتشف ماكس مدخل المملكه، فبياخد نورا والجيش وبيروحوا لهناك. واول لما بيوصلوا هناك بيتفاجئوا بحواجز، وزي ما يكون ميلا كانت عاملاها احتياطي. بتقرر نورا ان هي تشيل الحواجز دي، وبتستخدم مهارتها القويه اللي قسمت بيها جسم التنين قبل كده، وبتطلع سيفها وبتدمر كل الحواجز. بتكسر حته من باب المدخل ولسه هتهاجم الباب تاني علشان تدمره بالكامل، لكن وقتها جيش ميلا بيحس بوجودها. بتتفاجئ بكميه كبيره من الاسهم بتتحدف عليهم، وبيتدخل ماكس في الوقت ده بسرعه وبيبعدهم عنها. ووقتها بيستعين ماكس بقوه سيف نورا وبيقدر يدغدغ باب المدخل، وجيش نورا بيقتحموا البوابه بسرعه. وبكده معركه ما بين اتنين من عذراوات الحرب هتبدا دلوقتي. يا ترى مين فيهم اللي هيفوز؟ بتبدا المعركه مباشره بين نورا وميلا. بتهجم ميلا عليها بسلاحها، لكن نورا بتفضل تتفادى الهجمات. بتتعصب ميلا وبتروح هجمه بمهاره جليديه بتخلي نورا محاصره جواها وحواليها تلج حاد، بس بتطلع نورا سلاحها وبتكسر التلج ده وبتطلع فوق المبنى وبتهجم على ميلا من فوق. ساحه المعركه بتبقى بتطلع نار كده من كتر حماس نورا وميلا، ووقتها ماكس واقف مصدوم لانه اول مره يشوف معركه ما بين اتنين عذراوات حرب. فجاه بيحصل انفجار في المكان بسبب تصادم مهاره ميلا بمهاره نورا، فالاتنين بيقعوا على الارض بعد الانفجار، لكنهم بيقوموا وبيستجمعوا قوتهم. لسه هيهاجموا تاني بس بيتفاجئوا بشخص غريب جاي باقصى سرعته وعايز يقتل ميلا بسيفه، لكن ماكس وقتها بيغفله من ظهره بسهم بيخليه يترمى على الارض. بيستغرب ماكس وجود الشخص ده وايه اللي جايبه هنا، وميلا بعدها بتكتشف ان ماكس هو اللي كان متنكر في زي الدب. بتقرب عليه وبتضربه بالقلم لانه خدعها، بس بتساله بعدها انه ليه انقذها من القتل دلوقتي، فقال لها ماكس ان ده يعتبر رد معروف لانها انقذته قبل كده. فبتهدى ميلا من ناحيه ماكس وبيقول لها ان عايزها تبقى حليفته، لكن مش بيملك اي حاجه يديها لها في المقابل، هو بس كل اللي عايزه ان قريته الزاز تبقى بخير. وقتها ماكس بيعلى في نظر ميلا لانها بتحس ان فعلا خايف على قريته واهله، فبتبلغ الكل بصوت عالي انها مش هتتدخل في حرب بورني الاهليه وهتتخلى عن دعمها للقائد سيا، وانها مش هتبقى وسيط بينهم وبين نورا. بيشكرها ماكس وبنعرف ان بالفعل من بعدها ميلا بقت طرف محايد في الحرب، وبتحس نورا براحه شويه لانها واثقه ان مفيش حد هيهجم عليها وهتحط كل تركيزها في الهجوم على سيا. وبنعرف ان سيا استعان بشخص خطير اسمه رونالد، وده علشان يساعده في الحرب. وبنشوف بعدها رونالد ده بيهاجم جنود من زهاكتد وبيقتل فيهم، بيخلص عليهم لوحده مع ان عددهم كبير، لكنه بيكون من اقوى فرسان بروني. هو بيكون كمان حاكم لمدينه نفراي. بتعدي شهور بعد معركه ميلا ونورا، ورجع ماكس لمدينه بروني ومع 5000 جندي. بعدها بيروح ماكس لزعيم المدينه وبيشكره جدا لانه محافظ على حمايه ارضه، وعلشان كده بيديله مكافاه عباره عن مجموعه من الجنود بتساعده في الحرب اللي جايه. وتاني يوم بيتجه ماكس وجيش نورا لمنطقه نيمو، واللي هي عباره عن قاعده عمليات هيقيموا فيها، واصلا المنطقه دي بتكون ملك لسيا. بيروح ماكس بعدها لزعيم العاصمه لانه كان عايز يعرف اخبار العاصمه منه. الزعيم ده بيبقى قاعد في منطقه مليانه مناظر جميله، فبيقعد ماكس جنب بحيره علشان يسترخي، لكنه بيتفاجئ بالتنين الصغير بتاع نورا بيهجم عليه، وبتيجي صوفي من عذراوات الحرب علشان تاخده، وماكس بيستغرب وجودها. بيقعدوا سوا وصوفي بتقول للماكس ان هي جايه تبلغه رساله من ملك بورني، ومحتوى الرساله دي ان ماكس متهم بالخيانه، وعلشان كده الملك قرر يشيله من منصبه ورتبته هتقل، وهياخد منه قريه الزاس وهيملكها اهل البلد. بيتصدم ماكس من اللي سمعه ده، وبتقول له صوفي ان هي جت تبلغه قبل ما القائد سما يجي ويقول له القرار ده. وبيعرف ماكس كمان ان رولاند ده مبعوث من ملك بورني علشان يقضي على ماكس، وبنشوف ان هو دلوقتي وصل سهل ايرونجي علشان يهاجم ماكس، وفي نفس الوقت بيوصل ماكس وجيشه. وقتها رونالد بيأمر جيشه بالهجوم، وبيطلع رونالد سيفه وبيقعد يطير في الجنود. بتيجي نورا في الوقت ده هي كمان وبتسحب سيفها وبتهاجم رونالد وبتقعد تصد ضرباته، فرونالد بيستغرب في الوقت ده من قوتها لان دي اول مره حد يصد سيفه فيها. بيهاجم نورا تاني ولكنها ما بتكونش قادره ترد الهجوم ده، فبيتدخل ماكس وبيديله سهم
سهم في دماغه لكن مش بيجي فيه، فبيهاجم رونالد عليه بسيفه وبيصيبه بجرح عميق في بطنه. وقتها بيقرب ماكس على نورا وبياخدها وراه على الخيل وبيجري وراهم رونالد، ولكن فجأة حد من جيش ماكس بيرمي سهم بيرشق في الحصان بتاع رونالد بيخليه يفقد القدرة على الحركة. واثناء ما ماكس بيجري بالحصان بتتفاجئ نورا ان هو مصاب في بطنه اصابة كبيرة من سيف رونالد وما بيبقاش قادر يكمل الطريق. بتبص نورا وراها بتلاقي عدد كبير من جيش رونالد جاي عليها، لكن وقتها بتظهر صوفي وبتقول لها ان هي اللي هتتعامل معاهم. بتهرب نورا هي وماكس في الوقت ده، اما صوفي بتطلع سيفها وبتستعد للهجوم. في الوقت ده بتعمل صوفي عليهم مهارة سحرية بسيفها بتشيل بيها حركة الجنود وما بيكونوش قادرين يقربوا منها. فبيتعصب رونالد عليها وبيقول لها انها مغفلة جدا علشان فاكرة ان الحيل القذرة دي هتأثر فيهم. بتفعل صوفي حاجز حواليها علشان ما يأذيهاش، لكن رونالد بيكسر الحاجز ده بكل سهولة وبيهجم عليها. بيفضل يهاجم بعنف لدرجة ان صوفي ما بتكونش قادرة تقاومه، فبتفعل مهارة بتخليها تختفي من قدامه. في الوقت ده بيجي جندي وبيبلغ رونالد ان في تعزيزات من العدو وصلت وفي حوالي 300 جندي داخلين عليهم. وبنعرف ان القائد ماسا جاب جنوده جاي علشان يدعم ماكس في الحرب. وبنعرف ان بفضل هجوم ماسا وجنوده فجنود رونالد بقوا مشغولين عن ملاحقة نورا وماكس. بينتقل بينا المشهد عند ماكس اللي بيكون في الحصن وتعبان جدا بسبب الجرح العميق اللي عنده. وقتها بيقعد ماسا مع نورا وزعيم العاصمة وبيقول لهم ان لما راح القصر الملكي لقى سيا وجاليو هم اللي بيدوروا المكان ومخليينه زي الخرابة. دخل علشان يشوف حالة الملك بيلاقيه بيلعب بالمكعبات ولا في دماغه اي حاجة وزي ما يكون اتجنن بعد ما ابنه مات. وكده عرفنا الحقيقة، سيا وجاليو هم اللي مسلطين رونالد على ماكس مش الملك ولا حاجة. نورا بعد كده بتسأل ماسا انت ازاي قابلت صوفي، فقال لها ان هو راجع من القصر الملكي حصروا شوية من المغتالين بس ظهرت صوفي وقتلتهم كلهم، ومن وقتها وهم بقوا اصدقاء. وقتها بتدخل نورا الماكس وبيبقى مش دريان باي حاجة، فبتمسك نورا ايده وبتوعده ان هي هتحافظ على جنوده وعلى الزاس. هو بتستعد نورا هي وصوفي والجيش لمعركة تانية ضد رونالد. بعد شوية بنشوف ان ماكس فاق اخيرا وبيلاقي السهم اللي في ايده بيحركه وبيخليه يقوم من مكانه ويطلع بره الحصن. وبيقابل تينا وبتقول ان هي من النهارده هتكون معاه في كل تحركاته. بيطلع بره يمشي ورا القوس لحد ما بيلاقي نفسه وصل لقلعة كبيرة. بيدخل جوه وبيلاقي ست قاعدة على كرسي ضخم واسمها تير، ودي بتكون ملقبة بالمتحكمة في الليل. وبيسألها ماكس هي عايزة ايه منه وايه اللي خلاها تجيبه هنا. وقتها الست دي بتدخل في جسم تينا علشان تقدر تتكلم معاه، وبتقول له ان مش هي اللي جابته، هو اللي طلب علشان يحصل على قوتها ولا ان دي امنيته. وبتعرفه ان دلوقتي نورا وجيشها داخلين معركة قوية، فلو عايزها تديله قوته يقدر بها يدخل معاهم المعركة، فلازم تختبر قوته في رمي السهم الاول. بتطلب منه يرمي سهم على تينا بس ما يبذلش قدر كبير من القوة لان ممكن جسم تينا يتحول لاشلاء. بيصوب بطلنا ماكس سهمه ناحية تينا وهو مرعوب ان يحصل لها اي حاجة. بيرمي ماكس السهم عليها ولكنها مش بتتصاب باي اذى لانه بيكون ضابط قوته بشكل دقيق جدا. ولما بتشوف تير كده فبتقرر انها تديله قوتها ومستنيه تشوف هيقدر يحقق ايه بالقوه دي. وبيتجه ماكس وقتها لمكان المعركه. بنروح في الوقت ده لساحه المعركه، ونورا وجنودها عملوا فخ للاعداء عن طريق ان هم استخدموا ميه البحيره في ارض المعركه وحولوها لارض طينيه، وده علشان يعيق حركه الاعداء ويعطلهم شويه. بالفعل بنشوف الخطه دي بتنفع بشكل فعال، وبنشوف ان نورا بتدخل في قتال مع رونالد وبتساعدها صوفي. بيفعلوا مهاراتهم عليه وبيطير رونالد وقتها من على الارض، لكن بيقوم تاني وبيستجمع قوته وبيوقف الهجوم. وبيقول رونالد ان عذراوات الحرب دول قوتهم مخيفه بس هو عاجباه عزيمتهم اكتر من قوتهم. هو بيقرب رونالد عليهم وبيقول لهم ان هيدفعهم ثمن اللي هم عملوه. بس وقتها بيوصل ماكس وبيرمي سهم على رونالد من مسافه بعيده. بيقف رونالد قدام ماكس وبيقول له انا سمعت انك جبت جنود من زهكتد لبلدنا علشان تدافع عن الزاس، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ بيقول له ماكس ان الكلام ده حقيقي بالفعل. ووقتها نورا بتتكلم معاه وبتقول له انه هدفهم الحالي هو هزيمه سيا وبعد كده هيرجعوا لبلادهم، وبتعرض عليه ان هو يساعدهم في هدفهم. بس بيرفض رونالد لانه طبعا واحد من رجاله سيا وما يقدرش يخونه. بيمسك رونالد سيفه وبيستعد للهجوم في الوقت ده، وبيتفاجئ ماكس ان الجرح اللي في بطنه عمال بينزف، لكن مفيش قدامه اي حاجه دلوقتي غير انه يقاوم علشان يهاجم رونالد. بتطلع طاقه كبيره من سيف رونالد بتعمل انفجار كبير في المكان، وبسبب الطاقه اللي اهدرها دي رونالد بيترمى على الارض وما بيكونش قادر يرفع سيفه مره تانية. بيعترف بالهزيمه على ايد ماكس، وبنشوف ماكس فجاه بيغمى عليه بسبب النزيف. وبعد هزيمه رونالد بيتهزم عدد كبير من جيشه، وبكده جت الفرصه لجيش نورا وماكس ان هم يهزموا سيا، وبيتمنوا انه ما يظهر لهمش اي حد تاني بقى يعطلهم عن خطتهم. وبنشوف ان جنود نورا اللي اتهزموا على ايد جنود رونالد بيتم دفنهم. بيقعد رونالد مع ماكس بعدها وبيبلغوا ان هو هيروح للقصر الملكي علشان يكفر عن مهاجمته ليه. وقتها بيجي مرسول من مدينه ريجن علشان يبلغ نورا برسالته، وبتتفاجئ نورا ان في واحده اسمها ساشا بتحكم مدينه ريجن بتتعرض لهجوم دلوقتي ولازم ترجع لزهكتد علشان تنقذها. وفي قانون عذراوات الحرب لو واحده منهم بتتعرض لمشاكل لازم كل عذراوات الحرب يبقوا جنبها ومعاها حتى لو في بينهم مشاكل. واللي اسمها ساشا دي عندها مرض مزمن بيخليها ما تقدرش تمشي لوحدها. بيقول ماكس لنورا انها تروح عادي وانها ما تشيلش هم اي حاجه وان هو هيحافظ على الدنيا بامان في غيابها هنا. اما بقى عن رونالد فبيوصل للقصر الملكي وبيلاقي جاليو هو اللي بيستقبله بدل الملك. بيحبسه جوه اوضه وبيقول له انت طالما ما قدرتش على هزيمه الخاين ماكس فازاي عايز تقابل الملك؟ يعني انت بجح ولازم تتعاقب على عملتك السودة دي. وفجاه بيظهر عدد كبير من النحل وبيتلم على
على رونالد. بنرجع بقى لنورا اللي بتمشي هي وصوفي بس بتسيب 1000 جندي مع ماكس علشان لو اتعرض لاي هجوم، وبعدها بيروح مثل ماكس وبيبلغوا ان رونالد مات خلاص، فبيتصدم ماكس لما بيسمع كده. وبنروح عند سيا اللي بيتعصب على جاليو وبيقول له انت ليه قتلت رونالد واحنا محتاجينه اصلا، بس جاليو بيقول له ما تقلقش هو اصلا مجرد كلب وراح. وبنشوف ان في دوله مجاوره لبورني اسمها موزينيل، ودي الوحيده اللي لسه بيتبع فيها نظام العبوديه، والجنود هناك متعودين على الهجوم على الدول المجاوره وذبحهم ونهب ممتلكاتهم. وبيوصل خبر ان هيتم الهجوم من 20,000 جندي من موزينيل على مدينه بورني. سيا وقتها بيقسم جنوده نصين، نص للشمال ونص للجنوب، وبيبقى متحمس جدا للقضاء على ماكس بال20,000 جندي دول. لما بيعرف ماكس كده بيتوتر لان عدد الجنود 2000 وعدد الاعداء 20,000، وبرغم كده بيقرر الهجوم، وبيبقى معاه في جيشه واحد اسمه جيلارد وده قوي جدا، وكان سبب كبير في فوز فريق ماكس في معركه رونالد. لما بيوصل ماكس لهناك بيلاقي بنت بيتم محاصرتها من جنود موزينيل، فبيقتل الجنود دول بقص وبيقدر ينقذ البنت. بيروح بعدها لجيلارد اللي بيبلغوا ان عندهم نقص كبير في الموارد، وكمان جنود موزينيل اخدوا مجموعه من جنود ماكس كعبيد ليهم. بعد كده عند قائد جنود موزينيل اللي بيعرف ان في 200 جندي من جنود ماكس جايين عليهم، فبيجهز قسم من 3000 جندي للهجوم. فبيقول له واحد من رجالته ان كده كتير 3000 جندي على 200، بس قال له القائد ان ده فخ وهم عددهم 2000 اصلا او اكتر. فعلا شكل القائد بيكون في محله وبيتفاجئوا بجنود كتير جدا من جيش ماكس قدامهم، بيهجموا بسرعه على بعض. وقتها جنود موزينيل بيترعبوا من قوه جنود ماكس وبيقرروا الانسحاب. بيفرح ماكس ان هم عملوا اداء عالي في المعركه الاولى، وجنود ماكس بينزلوا لساحه المعركه يلموا الاسهم اللي استخدموها علشان يستخدموها مره ثانيه. وبنشوف القائد بعد ما اتضايق من هزيمه جنوده على ايد جنود ماكس، فبيلم الناس من مدينه بورني اللي خلاهم عبيد عنده وبيطير رقبتهم كلهم. بيجي وقت الهجوم مره ثانيه وماكس بيجهز 300 جندي للهجوم، وبيقول للقائد دلوقتي ان هو هيكفر عن ذنب قتله الارواح الابرياء في مدينه بورني. وقتها القائد بيامر جنوده بالهجوم، اما هو بيكون واقف ورا خالص وواثق ان محدش هيقدر يهاجمه، لكنه بيتفاجئ بماكس بيهجم عليه بسهم بيرشق في دماغه بيترمي على الارض ميت. اما عن جنود موزينيل فبيهربوا بعد ما القائد بتاعهم مات، بس جنود ماكس بيطردوهم وبس. وبينبهر بقوه ماكس لانه قدر بسهوله يقتل القائد بتاعهم اللي كان على بعد 300 متر. بيروح بعدها ماكس للناس اللي كانوا جنود موزينيل مستعبدينهم، واحد منهم بيتعصب عليه وبيقول له هو انت لسه فاكر تيجي بعد ما مجموعه مننا تم قتلهم على ايد جنود موزينيل. بيعجز ماكس عن الرد في الوقت ده، بس بيتاسف له وبينقذ كل العبيد. وبنعرف بعد كده ان جيش موزينيل تراجعوا القريه اسمها جينيس بسبب الخسائر الفادحه اللي تعرضوا ليها، اما جنود ماكس فما تعرضوش لخسائر كبيره. بيجي بعدها بس وبيبلغ ماكس ان دي بس كانت البدايه بالنسبه لجنود موزينيل، وان عددهم اكتر من 40,000 جندي فهيجوا اكيد وهيهاجموا تاني. بيتوتر ماكس لانه حس بضغط كبير علشان يخلي سكان المدينه في امان. وتاني يوم بنلاقي 4000 جندي من جنود موزينيل بيهاجموا على جنود ماكس، وبيقعد ماكس وجنوده يقاتلوا في الاعداء دول بالاسهم، ولكن من كتر عددهم مفيش اي حاجه بتاثر فيهم. ولكن بيتفاجئ ماكس بوجود ميلا ومعاها عدد كبير من الجنود وجايه تقدم تعزيزات لماكس. اما بقى عن نورا وليم فبيوصلوا لمملكه ريجن وبيقابلوا ساشا علشان يفهموا منها هي عندها مشاكل مع مين. فبتقول لها ساشا ان هي عندها مشاكل مع اميره الرعد واللي اسمها ريجن على اسم المملكه، كانوا اصحابه بيدخلوا معارك سوا ضد القراصنه، ولكن في اخر قتال قدمت شكوى في ساشا بتتهمها فيها ان جندي من عدها امر القراصنه ان هم يهاجموا ريجن، ومن وقتها وهي بتتعدى على ساشا ومش مقدره ان هي مش بتقدر تتحرك. بتوعدها نورا ان هي هتجيب لها حقها، وبنروح للزعيم اللي بيقرر يبعت تعزيزات لعذراء الحرب. وقبل المعركه الثانيه بنشوف ماكس قاعد مع ميلا وبيترجاها تساعده لحد انتهاء الحرب لان نورا مش معاه. فميلا الخنزيره بتستغل الموقف وبتقول ان هي موافقه بس هيكون في مقابل، وهو انه يديها القوس القوي بتاعه. وبنروح عند اميره الرعد ريجن اللي بيجي لها جندي بيبلغها ان نورا معاها 3000 جندي وجايه تهجم عليها، فبتستعد ريجن هي كمان للمعركه. وبنشوف ان ساشا بتطلب من ليم ان هي تاخد بالها من نورا وتحميها. بنروح لمعركه نورا وريجن بتهجم عليها بهجوم قوي جدا بيخلي نورا تتراجع كذا خطوه لورا، وبتقول لها ريجن انها لو مش قد المعركه ممكن تنسحب عادي، بس نورا وقتها بتهجم عليها هجوم اكبر بكتير وبتروح ريجن صدها ومخليها تترمي على الارض. بتقوم نورا وبتهجم عليها بقوه سيفها، والهجوم ده بيتصدم بهجوم ريجن وبيعمل انفجار كبير، وريجن بتفقد جزء كبير من قوتها. بتطلب من نورا ان هي توقف القتال في الوقت ده، لكن نورا بترفض لانها عايزه تقتلها. وقتها بتقول لها ريجن ان في امور اهم منها دلوقتي، وان سيا وجاليو بيجهزوا جيوشهم علشان يهاجموا نورا وماكس، وكمان في 40,000 من جنود موزينيل رايحين دلوقتي لبورني، ففعلا في حاجات اهم من قتال ريجن. وبتعرض ريجن عليها ان هم يعملوا اتفاقيه سلام لمده سنه وبعدها يدخلوا قتال تاني مع بعض. بتوافق نورا بس بشرط ان ريجن تروح تعتذر لساشا عن اللي عملته، والاعتذار يكون نابع من جواها. وبكده تكون انتهت معركه نورا وريجن، وبترجع نورا لبورني تاني وبتتمنى ان ماكس يكون بخير. وبنرجع لميلا وماكس، وميلا بتقول لماكس ان هم لازم يقبضوا على جيش موزينيل في المعركه اللي جايه، لان الجنود بتوعها تعبوا وما بقوش قادرين يدخلوا في قتالات اكتر من كده، وحقهم بصراحه. وبتعرف ماكس ان قائد موزينيل المره دي اسمه شاهين، وده اخو ملك موزينيل وهو قوي جدا. وبنشوف ان شاهين ده بنفسه اللي بيحط خطه الهجوم على ماكس وجيشه، وبيكون متحمس يا ترى هيقدروا يعملوا ايه قدامه. بيجي له واحد من رجالته في الوقت ده كان بعته يعرف ايه الدنيا هناك، وبيبلغوا ان جيش ماكس ده اصلا من زهكتد وانهم جايين يساعدوا ماكس. وميلا
موجوده بجيشها معاهم. وقتها بيتحمس شاهين اكتر للمعركه وبيأمر جيشه ان هم يتحركوا، وبنشوف ماكس وميلا مستنيين وصول الاعداء علشان يبداوا المعركه. والمعركه دي بتكون معروفه باسم معسكر اوروميا. بيوصل شاهين وجيشه وبيأمرهم يحاولوا يقبضوا على جيش ماكس علشان يخلوهم رهين عندهم. وبنروح لجيش ماكس اللي بيكون مستخبيين في الهضبه الثانيه، وجيش شاهين فاكرينها هضبه مهجوره اصلا. فبيهاجم جيش ماكس على اول دفعه من الاعداء. وقبل ما المعركه دي تبدا ماكس بيكون قاعد مع الرهين اللي كانوا جنود موزونيل وقابضين عليهم، بيطلب منهم ان هم يساعدوهم في المعركه اللي جايه. اغلبهم بيرفضوا ما عدا واحد بيقوم وبيقول لهم انهم ضعاف ولو دخلوا اي معركه هيتهزموا بجداره، ولكنهم عندهم ثقه في ماكس ان هو هيقدر يحميهم. وبنرجع تاني للمعركه وجيش ماكس بيكون قادر انه يهزم الدفعه الاولى والثانيه من الاعداء. ووقتها شاهين بيأمر واحد من رجالته انه يبعت يجيب تعزيزات. وبنعرف ان ماكس متجه دلوقتي للفرقه اللي شاهين فيها، ولو تم القضاء عليها يبقى كده المعركه انتهت. ولكن بعد ما شاهين استعان بالتعزيزات فبيجي مجموعه من الجنود وبيحاصروا ماكس وجيشه. بيوقعوا عدد كبير من الجيش، وميلا وماكس بيبذلوا كل جهدهم علشان يقضوا على الجنود دول. ماكس ايده بتترعش من كتر رمي الاسهم، بس بيروح لميلا وبيقول لها انها ترتاح وهو هيقضي عليهم. لكن بتقول له ميلا ان عددهم كبير وانه مش هيقدر يقضي عليهم لوحده. ميلا بتسحب سيفها وبتقاتل في الاعداء وبتكون مشغوله معاهم. وفجاه بتوصل تعزيزات لماكس بتكون عباره عن اكتر من 7000 جندي بقياده قائدين اقوياء، ومنهم اوجوست اللي سمع عن ماكس من رونالد وانبهر بقوته وقرر يجي يساعده. لكن شاهين ما بيكونش فارق معاه التعزيزات دي لان جيشه اكبر بكتير منهم. الموضوع ما بيخلصش لحد هنا، وبتيجي ساشا وجيشها وبيبدا شاهين يتوتر وبيأمر جنوده ان هم ينسحبوا علشان يعيدوا تشكيلهم من الاول. وبنعرف ان عدد الجنود اللي مات في المعركه دي اكتر من 6000. بعدها بيجي واحد من الجنود وبيبلغ شاهين ان سيا وجنوده داخلين على بورن، وبيحس شاهين وقتها انه ما ينفعش يكمل، وده لانه لو متهزمش على ايد ماكس فهيتهزم على ايد سيا، فبيقرر الانسحاب نهائيا. ولما بيعرف ماكس القرار ده بيفرح جدا، بس بيغمى عليه بعدها من كتر المجهود اللي عمله في اخر معركه. وتاني يوم بتوصل نورا وليم لبورني، ونورا بتعتذر للقائد ساشا ان ما كانوش موجودين في اخر معركه. وبنشوف ان القائدين اللي قدموا تعزيزات لماكس بيرجعوا تاني لاماكنهم بعد ما شكرهم ماكس على مجهودهم واللي عملوه. وبعدها ماكس بيقعد مع نورا قدام نجوم السماء وبيعتذر لها ماكس على افراد جيشها اللي ماتوا في المعركه بسببه. وبنشوف ان جيش ماكس بعد انتصارهم على جيش موزونيل قعدوا في غابه اسمها بيرشي. وبنروح لنورا اللي بتبقى متضايقه من وجود ميلا، بتقول لها شكرا على مساعدتك وكل حاجه، بس يا ريت بقى ترجعي دلوقتي المكان ما جيتي. فبتقول لها ميلا ان الملك فيكتور معينها علشان تراقبها، فهي مش هتمشي من هنا ابدا. وبعدها بيكون في اجتماع عامله القائد ماسا، وبيقول فيه ان صاحب الجلاله ريجناس ما ماتش ولا اي حاجه، واللي مات ده كان واحد شبهه. وقتها بيدخل عليهم بنت اسمها جين وبتطلب ان هي تقابل ماكس، ودي البنت اللي ماكس كان انقذها قبل كده من الموت على ايد الاعداء. جين بتصدم الكل وبتقول ان هي صاحب الجلاله ريجناس، ولكن هي كانت متنكره في هيئه راجل كل الفتره اللي فاتت دي. وطبعا ماسا اول لما بيسمع الكلام ده بيغمى عليه من الصدمه. بتحكي ريجناس ان هي كانت هتموت بالفعل، وهاجمها مختالين كانوا مستخبيين وسط الجيش، بس المختالين دول اتقتلوا في لحظات بسبب هجوم اعداء عليهم فتلهوا عنها بقى. فبتسالها نورا انت ليه كنت متنكره في هيئه راجل؟ فبتقول لها ريجناس ان ده علشان تحافظ على امها، لان الام لما بتخلف بنت في المملكه بيبقى ملهاش اي لازمه، وده لان الولاد بيكونوا اكتر هيمنه علشان يمسكوا العرش. بتدرك نورا في الوقت ده ان طالما ريجناس عايشه فهتبقى عقبه في طريقهم، بس بيقول ماكس ان هم المفروض يقابلوا الملك ابوها ويحكوا له الحقيقه. لكن ساشا بيقول ان الملك لما عرف ان ريجناس ماتت هو فقد عقله وحاله اتغير، فهم اصلا مش هيعرفوا يتكلموا معاه دلوقتي خالص. بيطلب ماكس اثبات من ريجناس ان هي بالفعل بنت الملك، فبتقول له ان في مدينه اولتو في باب سري العيله الملكيه والوزير بس هم اللي يعرفوا بوجوده. فبيقرر ماكس ان هو يروح لهناك يتاكد من الموضوع ده بنفسه. اما بقى عن سيا فبيجيب له واحد من رجالته عدد كبير من الوحوش المفترسه المربوطين بسلاسل علشان يهاجموا بيهم عذراوات الحرب. وبيعرف سيا بخبر ان ريجناس لسه عايشه، وان ماكس رايح لقريه اولتو علشان يتاكد من نسب ريجناس، فبيقرر انه يروح ويقتل ماكس وريجناس سوا. وبنشوف الملك فيكتور بيبلغ صوفي انها تتخلى عن نورا وترجع للمملكه لانهم في حروب بقالهم اكتر من 6 شهور. وبنعرف بعدها ان مدينه اولتو حصل فيها حريق مفاجئ، والملك امر السكان ان هم يخرجوا من بيوتهم قبل ما يتحرقوا، وده طبعا بفعل سيو اللي قدر يدمر مجموعه من جيش جاليو لان حصل ما بينهم خلافات. وبنعرف ان سيا ناوي يسيطر على الشمال باكمله، اما ماكس ما بيكونش فارق معاه الحوارات دي وبيقرر يروح لاولتو مهما كان اللي هيحصل. بيروح ماكس هو وجيش الاولتو وبيعملوا خطه يواجهوا بيها سيا، وجيش ماكس خلاص بقى مكون من 20,000 جندي، اما سيا جيشه بيكون 25,000. وبالفعل بيوصل جيش ماكس وبيدخلوا معركه قويه مع جيش سيا، ووقتها نورا وميلا بيروحوا هم كمان يواجهوا الوحوش الموجوده. بيهجموا هم الاثنين باسلحتهم القويه، ولكن مفيش اي حاجه بتاثر فيهم. فجاه واحد من الوحوش بيطلع نار من بقه بيحرق بيها ظهر نورا، بس ميلا بالمهارات الجليديه بتاعتها بتقدر تصد النار دي. وبعدها الجيشين بيقرروا الانسحاب ويرجعوا في معركه تانية. وقتها فريق ماكس بيقعدوا يحللوا المعركه الاولى، وبتقول نورا ان السلاسل المربوط بها الوحوش دي هي اللي مخليها مش عارفه تهزمهم، ومهاراتها ما عادتش بتنفع معاهم، بس هي هتفكر في طريقه لهزيمتهم هي وميلا. وبتقول للماكس انه يسيب عليها موضوع الوحوش ده ويركز هو في مواجهه سيا. بعدها ب4 ساعات الجيشين بيستعدوا لمعركه تانية، وخطه ماكس هي انه يشتت الاعداء علشان يخلي نورا وميلا ينفردوا بالهجوم على الوحوش. وبنشوف ان جيش ماكس بيرموا حجاره على جيش سيا
علشان يشتتوا انتباههم، وبعدها بيروحوا مغفلينهم باسهم بترشق في ادمغتهم كلهم. وبعد قتال طويل بين ميلا ونورا والوحوش، بتستعد نورا لقتل اخر وحش وبتطير في السماء وبتنزل عليه بسيفها بتقطعه الحتت، وبكده عذراوات الحرب يكونوا نجحوا في هزيمه الوحوش. بعدها بيترموا على الارض من كتر الاجهاد وبيتمنوا ان ماكس يفوز على سيا، وبنعرف ان جيش ماكس قدر يهزم مجموعه من جيش سيا في المعركه الثانيه. وتاني يوم الصبح بيكون ماكس نايم مقتول من التعب، بس نورا والبنات بيصحوا من احلاها نومه وبيقعدوا يخططوا ايه اللي هيحصل بعد كده. وبيقول ماكس ان هم هيروحوا الأولتو زي ما كانوا متفقين، بس مش هيدخلوا المدينه نفسها، هم هيتسللوا من تحت الارض ويدخلوا القصر، وده لاجل اثبات نسب رجناس. وقتها ماكس بيسال رجناس عن موقع النفق اللي موجود فيه الباب، فبتقول له رجناس ان هي ما دخلتش المكان ده قبل كده بس باستخدام الخريطه. بتقول له ان اقرب مكان لدخول النفق هو معبد موسيا، فبيقرر ماكس انه يروح لهناك. بس وقتها بيجي باسو وبيقول له ان بعد ما الحرب دي تنتهي مش هيعرف يبقى معاه، فيا ريت الايام دي يحاول يخليه جنبه قدر المستطاع وياخده معاه المعبد موسيا. بيوافق ماكس بس بيأمره ان اول ما يحس بخطر يهرب على طول، ونورا بتقرر تروح هي كمان لان المهمه دي خطيره جدا. وتاني يوم بيتحرك ماكس وجيشه المعبد موسيا، واول لما بيوصلوا بتروح رجناس فاتحه بوابه صغيره في الارض بتوديها على النفق. فبتقول له رجناس ان كلامه صح، لان قبل ما تتاسس مملكه بورني خدم أولتو عملوا النفق ده لحمايه العائله الملكيه. وبعد ماشي شويه جوه النفق بيوصلوا لحته مرسومه عليها رسومات غريبه، وبتقول لهم رجناس ان دي اشكال التنانين اللي كانت موجوده زمان. واول لما ماكس واللي معاه بيوصلوا للكهف بيتفاجئوا بوجود سيا ورجالته، وبيقول لهم اخيرا وصلتوا. وبنعرف ان في 3 طرق بتودي للكهف ده، وسيا استخدم واحد منهم. وبيقول سيا لرجناس انه عارف ان خبر موتها كان اشاعه اساسا، لكن دلوقتي هيخليه حقيقه. بيطلع سيا سيفه وبيقرب على رجناس، لكن وقتها بياخدها باسيو وبيهربوا قبل ما تتعرض لخطر. بيدخل ماكس وجولد معركه مع جنود سيا، اما نورا بتروح تهاجم سيا بنفسها. بنشوف قائد اسمه سيد بيكون دراع سيا اليمين وبيقرب على ماكس وبيقول ان هدفه الاساسي انه يقتله هو ورجناس. وقتها بيديله ماكس سهم في ايده لكن مش بيتاثر بيه. بينبهر ستيد بمهاره ماكس في رمي الاسهم، لان بالرغم من ان الكهف ضلمه الا انه يقدر يصوب صح. وبنروح لسيا اللي بيقول لنورا انه اختار يهاجم في الكهف ده علشان يضمن ان مفيش حد فيهم هيهرب. بينزل بصفه ضخمه على نورا بيخليها تترمي على الارض، بس بتقوم وبتجمع قوتها لكنهم بيتفاجئوا بالكهف بينهار عليهم. وقتها سيا بيأمر الجيش بتاعه ان هم يهربوا، وماكس كمان بيخلي اللي معاه يخرجوا قبل ما الكهف ينهار بالكامل. اما هو بيبقى في قتال مع ستيد ومش عايز يخرج غير لما يخلص عليه، ولكن فجأة بينهار الكهف بالكامل وماكس جواه. وبعد شويه بيفوق ماكس وبيلاقي ستيد مرمي قدامه وفوق صخره كبيره في عصاه. بيقوم يطمن على اصحابه وبيتفاجئ بباسه مرمي على الارض وساح في دمه، وبيقول لماكس وهو بيطلع في الروح ان اهم حاجه ان هو بامان. بيقول له كمان انه مش متخيل ان ماكس العيل الصغير اللي كان بيلعب قدامه كبر وبقى مسؤول عن قريه الزاس بالكامل وخلى السلام يملاها، بس يا ريت يهتم بباقي انحاء العالم. بيوصي بعد كده على تينا وانه يخلي باله منها، وبعد كده بيموت. وبنروح لنورا ورجناس اللي بيكونوا في طريقهم من النفق بس من فوق الارض، ولما بيوصلوا بيلاقوا ماكس مرمي على الارض وسط الكهف متدمر مش قادر يصلب طوله. اما باسو بتبقى حالته سيئه جدا، وبنشوف ان ماكس بعدها قاعد زعلان جدا على موت باسو، وبنعرف انه فعل مهاره بالقوس بتاعته قدرت تشيل كل الصخور اللي كانت مرميه عليه. واثناء ما هو قاعد مع نفسه بتدخل عليه نورا وبتساله انت ناوي تعمل ايه في خطواتك اللي جايه، فبيقول لها ماكس انه ناوي ياجل كل حاجه لبكره بسبب زعله على باسو. بس بتقول له نورا ان هو لو اجل فهي هتقوم بالخطوه الثانيه بنفسها. فبيسالها ماكس ناويه تعمل ايه، فبتقول له ايا كان اللي هيحصل انا لازم استمر في القتال، وده علشان احافظ على كبريائي، لان زمان لما كنت محاربه ما كانش عندي بيت وكل حاجه كنت بعملها انها بدور على معارك اكتر علشان ادخلها، حتى لو كان حد من زمايلي بيموت في المعركه ما كنتش بهتم وبكمل في طريقه عاديه علشان ما اخسرش اي معركه. بيبدا يقتنع ماكس بكلامها وبيفوق من الحزن اللي هو فيه، وبيقرب على تينا وبيقول لها ان قريب الحرب هتنتهي وهنرجع لإلزاس وهنعمل جنازه كبيره تليق بباسو، وانه هيخليه يوم لتخليد ذكراه. بعدها نورا بتلفت انتباه ماكس ان المعارك مش بس الطريقه الوحيده للفوز باي حرب، وبيدرك ماكس انه يقدر يعمل طريق بين عاصمه ليتمر وقريه إلزاس، ووقتها إلزاس هتبقى مزدهره وغنيه. وبتقول له نورا ان مش الحرب بس بتاثر على الموارد والاراضي، لا ده يقدر يستغلها علشان يكسب اراضي لصالحه، وإلزاس في المستقبل مكانتها هتعلى. تاني يوم بيروح ماكس ورجناس لرئيس الوزراء بيري، وبيبقى مش مصدق انه رجناس لسه على قيد الحياه. بيسال ماكس عن ايه حاله الملك بورني، فقال له ان بعد ما اتحسن جالي وقام بتصميمه مره تانية وانه حالته رجعت زي الاول تاني. بعدها بيري بيسال ماكس عن نواياه في الفتره اللي جايه، فبيقول ان هو هيقاتل سيا لحد ما يهزمه، وان هدفه الرئيسي انه يخلي إلزاس بامان، ولو ما قدرش يخليها بامان في مدينه بورني فهينسبها وقتها لمملكه زهكتد. بس بيري بيقول للماكس ان اهم حاجه دلوقتي انه ياخد رجناس لمنطقه نسا علشان تشوف ابوها قبل ما يموت. فبيقول له ماكس انه مش هيقدر يعمل كده حاليا لان اكيد سيا هيمنعه، فلازم الاول يحسم الامر ويخلص على سيا. بالفعل بعدها بتبدا معركه قويه بين جيش ماكس وجيش سيا. رجناس وقتها بتبقى عايزه تشارك في المعركه، بس قال لها ماسا ان هم بيعملوا كل ده علشان يحافظوا عليها بامان لحد ما توصل للمملكه، فاكيد مش بعد كل ده تروح تعرض نفسها للخطر بالغباوه دي. وبيلاحظ ماسا ان جيش سيا بيهاجم بشكل عشوائي جدا، وده بسبب ان السيد اللي كان بيعمل لهم خطط للجيش مات خلاص. وبنشوف ماكس ونورا وميلا بيروحوا لسيا علشان يهاجموه، ودي بتكون اول مره
مرة ماكس يقف فيها قدام سيا. بيسأل ماكس سيا انت ليه قررت الهجوم على إلزاس؟ فبيقول له سيا انه لو قدر يخلي إلزاس تحت سيطرته فهيقدر يسيطر على ذا هيكتد بالكامل، وقتها يحرقها ويدمر اهلها لان عنده عداوة مع ذا هيكتد، ولو ما عملش كده فجاليو هيعمل. بيستعد ماكس للهجوم في الوقت ده وبيقول لسيا انه لازم ينتقم منه علشان هو اللي قتل رونالد. بيطلع ماكس احد الاسهم وجواه طاقة غضب كبيرة ولسه هيهجم بيه، بس بتمنعه نورا وقالت له ما تخليش الانتقام يسيطر عليك. بيروح ماكس وقتها رامي الاسهم اللي معاه ومكتفي بسهم واحد بس علشان يهزم بيه سيا. بيجري سيا عليه وبيقول له يوريه قوته، لكن فجأة بيرمي ماكس السهم عليه وبيرشق في نص دماغه وبيخليه يقع من فوق الحصن. واخيرا بيموت سيا، وبنعرف ان ماكس استعان بمهارة الرياح الخاصة بسيف نورا وده اللي خلته يصوب صح على دماغ سيا. بعدها بيتعمل احتفال كبير بماكس في مدينة بورني وده بسبب انجازاته. بيبقى راكب في عربية جنب رجناس ولابس لبس الشياكة كده مش متعود عليه. نورا بتحس بالغيرة لانها بتتمنى تكون هي اللي جنبه وشكلها كده واعد في حب ماكس. بعدها بيروح ماكس واصحابه للملك والد رجناس وبيلاقي صوفي موجودة هناك، وقتها الملك بيعتذر لبنته انه كان مش شايلها فوق طاقتها، مخليها تتحمل مسؤولياته المفروض هو اللي يعملها اساسا. بيشكر ماكس على مجهوده وبيسأله يقدر يكافئه ازاي، فبيطلب ماكس منه 4 مطالب في الوقت ده، وهو انه يقدم لمملكة ذا هيكتد 50,000 قطعة ذهبية بسبب دعمهم لمملكة بورني، وانه كمان يتحمل كل الخسائر اللي تعرضت لها مملكة ذا هيكتد، وكمان بورني هتتنازل عن ارض اجنس لصالح ذا هيكتد. وقتها الملك بيعين بنته كملكة قادمة لمدينة بورني لان الملك خلاص قرب يموت. ولما الملك بيلاقي ان كل المكافآت رايحة لذا هيكتد بيقرر يكافئ ماكس وبيديله لقب فارس ضياء القمر. بيفرح ماكس جدا باللقب ده، وبعد كام يوم بيموت الملك. بتبدأ قرية إلزاس تعيش في امان، وبنروح لنورا اللي بتعمل علاقة تجارية عن طريق ارض اجنس وبتشكر اليوم اللي قابلت فيه ماكس. الكل بيعيش مطمن وفرحان يا صديقي، وبكده يكون الانمي بتاعنا انتهى النهارده. ما تنساش تصلي على النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وتعمل لايك علشان نوصل المقطع ده ل 3000 لايك. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، وسلام.